بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا إخوان في الموقع لارش نيوز على هذه الزيارة في المقر العمل بخصوص الموضوع ديال الشركات اللي كتدبر قطاع النظافة في مدينة قصر كبير. كما كتعرفوا مصطفى حجي عبد ربه عضو المجلس الجماعي ببلدية قصر كبير ورئيس اللجنة ديال التعمير وإعادة التراب والبيئة بخصوص هذا الإشكال ديال النظافة اللي كاينة في المدينة. حنا كجماعة واعيين كل الوعي بهذه الاختلالات وهذه الاشكالات اللي كتعرفوا قطاع النظافه في المدينه. اللي غادي نقول لكم هو الشركه اللي كتدبر هذا القطاع في مدينه القصر الكبير. هذه كانت واحد الشركه يعني معروفه ولها باع طويل يعني في تدبير القطاع ديال النظافه في العديد من المدن المغربيه، ربما كان عندها شي 18 مدينه اللي كتسيرها، الا انه وقع ما وقع ان الشركه انهارت، وقع لها افلاس، وقع لها بحكم على ان كيعرفوا الرئيس ديالها المدير العام راه كيقبع في السجن يعني، وهذا امر حنا خارج الاراده ديالنا. حنا هذا الاشكال نزل علينا يعني في المدينه. حنا اللي غادي نقول لكم، حنا دفتر التحملات طبق بحذافيره. الشركه حنا ما كتسنى حتى شي حاجه، كيتخلصوا في وقتهم، لكن هناك خلل، اللي يعني غادي نعترفوا به. السيد الرئيس مشكورا يعني بمعيه السيد عامل الاقليم مشكورا وكاتب العام ولا الباشا، هذا الاشكال يؤرقكم يعني. مشكلنا واحد الهاجس. حنا المعالجه الاختلالات يعني قائمه. اللي غادي نقول لكم ان شاء الله باذن الله، نطلب الله عز وجل باذن الله ما تبقاش تشوفوا ديك الزبل اللي كان وقع وديك تراكم ما تجمعش شي 3 ايام. وهذا بعد واحد الجهود كبيره اللي قامت بها الرئاسه وقام بها السيد عامل الاقليم. العمليه ديال الفسخ راه تخضعوا لمساطر. باش نقول لكم راه ماشي هذا، احنا بلاد المؤسسات، بلاد القوانين، ما يمكنش عاد تشبر تفسخ. احنا غادي الاجراءات اللي غادي نعالجوا فيها، اللي غادي نقول لكم نعالجوا فيها، المواطن يعرف انه الزبل يتهز له، الشوارع يتكنسوا، النقط السوداء ما يكونش، المطرح النفايات يكون معالج. هذا اللي كاين. طريقه الفسخ وداك الشيء راه في ايادي امنه، راه كتقوم الاجراءات غدا على قدم وساق. نطلبوا الله ما يتعاودش يتكرر ديك الخطا، وشكرا لكم. دابا العمليه ديال جمع النفايات، شنو المقاربه اللي دارت الجمعيه؟ المقاربه غدا طبقا لدفتر التحملات، نحن تربطنا مع الشركه دفتر التحملات. الزبل يتجمع، الكنس الشوارع، النقط السوداء ما يكونوش. المواطن ان شاء الله ما يبقاش يشوف ديك المظاهر ديال اللي كانت حصلت الاسبوع الماضي. هذا كان واحد الاشكال يعني عاوز تم المعالجه ديالو. الامور النظافه غادي تكون ان شاء الله مزيان باي طريقه كانت. المصير ديال امور النظافه، المصير عموما النظافه لحد الان الحقوق ديالهم ان شاء الله محفوظه. راه كاين عاوتاني جلسات ماراطونيه باش انهم يتخلصوا في الشهر ديالهم، تخلصوا بالحقوق ديالهم كامله. كما قلت لكم راه هذه دوله ديال المؤسسات، احنا لا يمكن اننا احنا شي حاجه بيدنا راه نديروها طبقا للقانون، وشي حاجه اللي ماشي بيدنا راه ما نديروهاش طبقا للقانون.